انت ممكن تعمل للكاستم ده لوك لايك. يعني ايه؟ يعني اجيب شبه الناس دي. الناس دي كانت ايه؟ الناس دي بعتت رساله وتفاعلت في الاربع شهور اللي فاتوا. يعني ايه اجيب ناس شبههم؟ ناس شبههم يا جماعه في الاهتمامات. فاللي جاي ده او اللي الاعلان رايح له ده مش اي حد، لا، ده واحد شبه العميل اللي تفاعل عنه. لازم الاول يبقى عندك كاستم اودينس عشان يبقى عندك لوكا لايك. انا هنا لازم اما اجي اقول له كرييت نيو لوكا لايك، لازم اقول له اللوكا لايك ده شبه مين. مين اللوكا لايك سورس بتاعك؟ فاجي اقول له اللوكا لايك سورس بتاعي اسمه مسجز بلس انجيجمنت 120 داي بتاع دكتور اسامه اللي انا لسه عاملاه، اللي هو كاستم اودينس. سيلكت اودينس لوكيشن، كلنا بنكتب ايجي. بعد كده بيقول لك سيلكت اودينس سايز. تخيل معايا كاستم اودينس بتاعنا ده بقى بني ادم ماشي واقف هنا، عايز الشبهه ده شبهه بنسبه كام، قريب منه لدرجه كام. فالواحد في المية ده اقرب شبيه للكاستم اودينس. هيبقى جبت الشبيه الاول ثم الشبيه التاني، الأقرب هو الأشبه. فأنت هنا رايح للشبيه الأول فقط. ده مش برود أودينس، ده مش ناس كتير، ده أنا هجيب لك ناس على قد الشبيهة قوي دي. وعملت كرييت أودينس. بقى عندي كاستم أودينس اسمه كده، وعندي لوكا لايك عامل لي بقى من واحد، وكل واحد لوحده، يعني من 0 ل 1%، من 2 ل 3%. يعني الإعلان ده المفروض يروح للكاستم أودينس ولوكا لايك مع بعض. طب ده أنا غلط ولا صح؟ عايز تروح للكاستم بس. هي الفكرة يا جماعة في إيه؟ الكاستم ده محتاج يشوف منك مسج مختلفة، فيديو مختلف، انت بتنقله من حاجة لحاجة، بتنقله من خطوة لخطوة. اللوكا لايك ده ممكن يكون ما يعرفكش اصلا. فانواع الكونتنت هنا ممكن تحب ان انت تغير ما بين الاثنين.